السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى أخوات وأغلى متابعين من برا مصر من جوا مصر، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. هنزل بقى الزريبة عشان نحلب الجاموسة، وهنعمل أكلة برضو كده، صينية سمك كده بالبطاطس. كملوا معايا الفيديو للآخر إن شاء الله الفيديو يعجبكم جدا، وما تنسوش بقى تحطوا اللايك عشان اللايك مهم جدا للفيديو. قبل ما أبدأ الفيديو بشكر كل الناس اللي بتكتب لي كلمة حلوة في التعليقات، كلكم على دماغي من فوق، بتشجعوني إن أنا استمر وانزل كل يوم، اصور وانزل كل يوم فيديو. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ويسعد ايامكم جميعا. اول حاجه بقى حبايبي، قبل ما انزل احلب بقى الجاموسه، لازم اول حاجه اجيب بقى جبت الطشت اهوت وشربتها، وهبدا برضه اجيب لها تبنه، عشان ما ينفعش ان انا اقعد احلبها من غير ما تكون هي عطشانه وتكون جعانه. فانا هشربها الاول اهوت، وبعد كده هجيب لها شويه تبنه عشان ما تقعدش بقى تغلبني وانا بحلب. هحط لها بقى التبن واجيب لها شويه رش كده بقى، اذا كان بقى في رده او اي حاجه او دشيشه او عيش او اي حاجه، ما فيش مشكله. طبعا في حاجات بتزود كميه اللبن، زي البطاطا وفي برضو خلطه كده بتيجي للمواشي، شكارة كده بتبقى خلطه للمواشي، يعني بنشتريها كده على بعضها زي كلفة الحمام كده. بعد ما خلصت بقى، هي واقفه هي تاكل، بسمي بسم الله الرحمن الرحيم، وابدأ احلب. طبعا اول واحد ما يصحى من النوم، اول حاجة طبعا يعملها ان هو يتوضى ويصلي الفجر، لان ديت اهم حاجة. ويجيب بقى المصحف يقرا شوية كده في القرآن، وكمان يسبح ويذكر ربنا. ديت اهم حاجة في اليوم كله تعتبر. الصلاة يا جماعة، الصلاة مهمة جدا جدا، لان الصلاة ربنا ممكن يغفر لنا ذنوب كتير بسبب ان احنا بنصلي. يعني الصلاة لو احنا بنصلي يغفر لنا ذنوب كتير. لو انت بقى ما بتصليش يبقى حسابك يعني عند ربنا كبير. فيا رب كلنا بقى نصلي كده ونكون ملتزمين في الصلاة. كمان الواحد اول ما بيصحى من النوم بقى ويصلي ويقول التسابيح بتاعته ويقرا شوية في القرآن، ده بتخلي نفسية الواحد كويسة ويبقى مستريح كده. وتملي اذكروا ربنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هقول لكم بقى دلوقتي بنعمل ايه. اول حاجة طبعا بقعد بقى كده عشان احنن الجاموسة. بمسك بقى كده الضرة بتاعتها، وببدأ بقى احننها كده بايديا لحد ما السرسوب بتاع اللبن ينزل. اول بقى ما اللبن يبدأ ينزل، بروح جايبة بقى الحلة وبحلب. آه، بعد بقى ما خلصت حلابة بقى وكده، طلعتها بقى بره وخلاص على كده. هوضب بقى الغدا بتاعي. جبت اهوت كيلو من السمك كان عندي، السمك اللي هو التونة ده، طبعا في مش اسمه تونة في كل الأماكن، يعني في ناس بتسميه ماكريل وكذا نوع تاني. هخرط بقى حباية بطاطس كده واحدة بقى، كفاية واحدة بس، هفرشها كده تحت الصينية. كمان بقى خرطت شوية طماطم مكعبات، وشوية فلفل قرنين كده من الفلفل الأخضر، وعندي كده 5 فصوص من الثوم دقيتهم اهوت في لهم بشوية ملح. إيه انا بقى دلوقتي بجهز الخلطة بتاعت اللي هتبل بها السمك وافرشها يعني. اول حاجة انا تبلت السمك بتوم وملح وكمون، واخدت بقية التوم في المقلة، خدت المقلة كده حطيت فيها شوية زيت، وخدت بقية التوم اهوت هشوحه كده في شوية من الزيت كده ياخد بس لون الدهب. هنزل بقى عليه بالطماطم والفلفل اللي انا مخرطاهم. لو عندك بقى قرن شطة يبقى ايه، يبقى طعمها يبقى حكاية. الناس اللي بتحب شطة تحط، واللي ما بيحبش ما بيحطش، يعني مفيش مشكلة. انا جبت الصينية اهو دهنتها بمادة كده دهنية شوية زيت، وحطيت البطاطس بتاعتي، حطيت لها بقى شوية بصل كده مكعبات، يعني حاجة بسيطة كده. واكمل بقى البصلة، يعني انا خرطت بصلة واحدة للرز الاصفر اللي انا هعمله، وبقيتها حطيتها للبطاطس. هحط شوية بقى من الطماطم دي بعد ما سبكت اهي خدت لها غلوة كده. هحط شوية على البطاطس، وهبدأ ايه اقلبها فيها كده واسويها كده بالمعلقة. جبت بقى السمك بتاعي، حطيته اهوت على البطاطس الخلطة اللي احنا عملناها. البطاطس ديت متبقاش زفرة ولا اي حاجة، اكنك حطاها تحت الفراخ بالظبط. لان السمك احنا بنبقى متبلينه بالليمون والثوم وكده، مبقاش مدي اي زفارة خالص. باقي التتبيلة اللي هي بتاعة الطماطم انا هبدأ افرشها دلوقتي اهيت فوق السمك. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هحط بقى كمان شوية كده من الزيت على الوش، عشان ياخد بقى لونه يبقى حلو كده وجميل. بعد كده هكون مولعة الفرن بتاعي يسخن، نار متوسطة. هدخل السمك بتاعي تحت على الصاجة من تحت، وبعد كده هطلعه على الشواية من فوق بعد 10 دقايق.
هتكون البطاطس استوت وصينية السمك هياخد في الفرن حوالي كده، الصينية دي تاخد في الفرن حوالي نص ساعة. على ما النص ساعة بقى دلت يكون استوى هعمل انا الرز بتاعي، بحيث لما الرز يستوي يكون السمك استوى، يبقى كده انا خلصت غدايا، وعشان الجو ساقع مفيش حاجة منهم تبرد. جبت بقى الحلة اهوت اعمل بقى رز اصفر، حطيت برضو شوية كده من الزيت، ونزلت بقى بالبصلة بتاعتي وشوية من البهارات السبعة ومعلقة كده كبيرة من الكركم. هقلب بقى كده تقليبة، وغسلت الرز وصفيته كويس جدا من المية، ونزلت عليه اهوت بالبصل. هبدأ اقلب بقى كويس جدا كده لحد ما الرز يسخن معايا، ويبقى شارب من اي المادة الدهنية اللي موجودة في الحل، عشان الرز يطلع معاكي كويس ومفلفل ما يعجنش. شوحي الرز كويس عشان الرز يبقى مفلفل معاكي وما يطلعش معجن. الشوربة عندي كانت لازم الشوربة تكون مغلية عشان برضو الرز ما يعجنش منك. بحط بقى كده مقدار الشوربة بتاعتي، يبقى فاضل زي عقلة الاصبع بتاع ايدك كده، يعني حاجة زي كده. ما تزوديش الشوربة عن كده عشان الرز هيعجن منك. ودي بقى صينية السمك بعد ما انا طلعتها من الفرن والرز كان استوى معايا. بعد ما الرز بيغلي بوطي عليه واسيبه 5 دقايق كده على نار هادية. كده بقى كان الرز استوى معايا وصينية السمك اهي اتجهزت معايا. هبدأ بقى اغرف الرز واغرف السمك ونعمل بقى طبق سلطة كده، وكده بقى يبقى خلاص الغدا بتاعنا. وتفضلوا معايا بألف وهنا وشفا. يا رب في النهاية يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا اللايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.